مساء الخير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الثقافة الطبية والاجتماعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الصدمة العاطفية وأسبابها وإزاي نتجنبها وإزاي نعالجها. أولا، إيه هي الصدمة العاطفية؟ هي استجابة طبيعية لحدث عاطفي مزعج أصاب المرء ونتج عنه شعور بالعجز والإرهاق والخوف وانعدام الأمان والألم، بحيث ينعكس ذلك على سلوكه الخارجي، فقد يلجأ للعزلة والابتعاد عن الآخرين بسبب عدم ثقته بهم أو عدم ثقته بنفسه وضعف القدرة على التواصل معهم، مما يؤثر على حياته العملية والاجتماعية والنفسية. وفي الحالة دي بيفقد المرء السيطرة على نفسه وعلى الأمور، فتزداد انفعالاته وعدم التركيز، وتصيبه نوبات من التشنج العضلي أو الإعياء وغيرها من العوارض، وتحتاج للشفاء بعض الوقت يختلف حسب كل حالة وشدتها واستجابة المرء نفسه واستعداده إن هو يشفي أو يخف من الصدمة العاطفية. وفي أوقات بيحتاج إن هو ياخد جلسات علاج نفسي مع طبيب مختص عشان يضمن إن هو فعلا تخطى المرحلة دي ويرجع لحياته الطبيعية تاني. طيب، إيه هي بقى أسباب الصدمة العاطفية؟ الأسباب كتير، في كذا حاجة للصدمات العاطفية اللي بتترك أثر عميق وشعور مؤلم بيصعب ساعات التغلب عليه. يعني مثلا زي مشاهدة المنشورات والصور والتقارير الإخبارية المختلفة اللي فيها قتل وحروب ووفيات، وبتبقى منتشرة بشكل مزعج على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ودي بتسبب شعور بالخوف والغضب وعدم الإحساس بالأمان. مثلا زي الكوارث الطبيعية، زي الحرايق مثلا أو الفيضانات اللي بيصعب الإنسان عليه إن هو يحافظ على سلامته فيها. مثلا تصادم مثلا حادث سير أو حادث نقل مثلا أدى لنقل مصابين للمستشفى أو مشاهدة مصابين بأعداد كبيرة. أو مثلا حوادث الطيران، مثلا البني آدم اللي بينجو من حادثة طيران لا قدر الله، ده بيحصل عنده صدمة عاطفية لأنه شاف حاجة صعبة جدا، صعب على عقله إن هو يتقبلها وصعب على نفسيته إن هو يتخطاها بسهولة. أو وقوعه مثلا كضحية أو تعرضه لاعتداء جسدي، أو مشاهدة جريمة كعنف مثلا أو سطو مسلح أو غيره. أو مثلا رؤيته لحد عزيز عليه بيقوم بعملية جراحية خطيرة، أو وفاة شخص عزيز عليه مثلا، أو وفاة شخص بشكل مفاجئ كان هو متعود عليه وموجود في حياته بشكل مستمر وفجأة اختفى من حياته. أو مثلا عدى بتجربة فاشلة ويعني وحس بخيبة أمل، أو فقد الثقة في شخصية مقربة منه كان دايما واثق فيها وبيتعامل معاها. طيب، إيه أعراضها؟ من أهم وأبرز أعراض الصدمة العاطفية هي عدم القدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد، والشعور بالخوف المستمر والقلق، وده بيخليه يشعر بالعجز على السيطرة على نفسه فيصاب بنوبات من الهلع والخوف. وفي كمان أعراض جسدية، يعني مثلا يحصل له صداع، آلام في جسمه عشوائي من غير أي سبب عضوي، مثلا آلام المعدة، تشنج العضلات، شعور مستمر بالإرهاق، عدم القدرة على النوم بشكل جيد. أو العكس، هروب فينام البني آدم ده ينام بشكل كتير جدا وفترات طويلة جدا مستمرة، وممكن يحصل كوابيس. إيه تاني؟ في اضطرابات عاطفية تخليه بيفكر بشكل غير منطقي أو عاطفي أكتر من اللازم، ويتولد عنده شعور بالذنب واللوم والحزن وغيرها من الأحاسيس المؤلمة، ممكن تخليه تؤدي للبكاء الشديد بشكل مستمر، أو يفكر في الانتحار لا قدر الله. مثلا بيعمل تصرفات غريبة، يعني مثلا يلجأ للعزلة مع إنه هو شخص اجتماعي جدا، أو يتخلى عن مسؤولياته مع إنه هو شخص مسؤول ودايما بيؤدي مسؤولياته على أكمل وجه. الأفكار السلبية، يعني مثلا إن هو مفيش سبب يستحق إن هو يعيش عشانه،
مفيش هدف يسعاله، الحياة ما تستاهلش، عدم الاهتمام بشكله وعدم الاهتمام بمظهره وعدم اهتمام باللي حواليه. مثلا ان هو يلجأ للهروب عن طريق مثلا شرب الكحوليات او الادمان على المخدرات. كل دي بتكون اعراض الصدمة. طيب في ايه تاني؟ في اضطراب ما بعد الصدمة. بيختلف بقى تأثير اضطراب ما بعد الصدمة من شخص لآخر. ففي ناس بتخف منها في خلال أيام، وفي ناس فترة تانية بتقعد أسابيع أو شهور، وفي أشخاص تانية ما بيعرفوش يخرجوا من الموضوع ده إلا لو أخدوا العلاج الكافي أو راحوا لدكتور. طيب رد فعل كل بني آدم بيختلف عن التاني. فساعات مثلا في ناس بتفتكر إن هي خفت بالرغم إن هي لسه ما خفتش، فبتبقى دايما عندها شعور بالاضطراب، بيبقى عندها شعور بالقلق، الغضب السريع، سريعة الغضب جدا، أو الاكتئاب. وفي الحالة دي ساعات بيأثر عليه إن هو بيحس إن هو مرهق بسرعة، أو عدم القدرة على النوم الجيد. وطبعا في ناس تانية بيجيلها كوابيس مزعجة، وفي ناس تانية بيجيلها ذكريات مؤلمة يفتكرها من غير سبب. فكل دي يعني اضطرابات ما بعد الصدمة، وبتخليه مش عارف يمارس حياته الطبيعية بشكل كويس. طيب ازاي بقى نخرج من الصدمة العاطفية دي؟ طيب في شوية نصايح علشان نخرج ونتخطى الصدمة العاطفية. أول حاجة إن احنا نفتح خطوط التواصل مع الآخرين، يعني نتجنب العزلة تماما أو الجلوس وحيدا طبعا، ونستمتع مع الغير بنجاحاتهم وبتفاصيل، نشاركهم تفاصيل مهمة في حياتهم، ونخليهم يشاركونا برضو التفاصيل المهمة دي، لأن الحياة ما بتتوقفش على موقف معين أو حدث معين، الحياة مستمرة. إنما اللجوء للعزلة والجلوس هيخلي البني آدم يفضل يفكر في نفسه، يقف عند نفس النقطة المؤلمة دي وما يخطيهاش. تاني حاجة نحاول إن احنا يعني البني آدم اللي بيحصل له كده، طبعا بعد الشر علينا كلنا وعلى كل المستمعين، إن هما يحاولوا يقربوا من بني آدم، من ناس مروا بنفس التجربة، عشان يعرفوا هما ازاي تخطوا الألم ده وتخطوا التجربة دي. مواجهة المرء لنفسه، إن هو يتحدى نفسه، يتحدى شعور الألم ده ويتغلب عليه بقوة الإرادة وبالعزيمة. ممارسة التمارين الرياضية مهمة جدا، لأنها بتعزز صحة المرء وبتخليه يستعيد التوازن بتاعه ويستعيد نشاطه وعدم الشعور بالإرهاق، مع إن هو ما يضغطش على نفسه. ويعمل إيه؟ تمارين اليوجا والتأمل اللي هي المديتيشن، دي بتساعد على الاسترخاء والتنفس بشكل جيد، فبتقلل الإجهاد النفسي. اهتمام الشخص بنفسه وبصحته الجسدية وبتناول أكل متوازن وبنوم مدة كافية وبتقليل الحاجات المنبهات، القهوة والتدخين، كل الحاجات دي بتأثر بالسلب طبعا. تجنب اللجوء لمثلا شرب الكحول، تعاطي المخدرات، الحاجات اللي هو ممكن يهرب بيها، لا، يقف ويواجه ويتبع نظام صحي، ويحاول ان هو يرجع تاني لروتين حياته. يعني لو في مثلا شغل، دراسة، الأنشطة المعتادة اللي هو كان بيقوم عليها بيقوم بيها، يرجع لها تاني ويتحدى نفسه ويبقى عنده قوة إرادة وقوة عزيمة. التخلص بقى من الأشياء العالقة داخل المصاب وحالته النفسية، كحل مثلا الخلافات الصغيرة. يعني لو عنده مثلا مشاكل صغيرة مع ناس يحلها، ما يقعدش ما يكبرش المشكلة. تقسيم المهام الكبيرة لحاجات صغيرة يعني سهل إنجازها، علشان ما يحسش إن الحاجة كبيرة قوي فهو مش قادر، هو كده كده بيبقى مرهق نفسيا. فاحنا بنحاول نقلل الضغط النفسي. التخلص من الأشخاص السلبيين، يعني الناس اللي بيجي دايما يلوموا، الناس اللي دايما يذكروا الأشياء السلبية فقط في الحياة، يحاول الابتعاد عنهم يعني تماما، لأن دول بيساعدوا على إن هو يبقى عنده إحساس بالاكتئاب أكتر، وإحساس إن الحياة صعبة وإن كل حاجة ما مش بتخلص وإن الدنيا بتقف عند نقطة معينة. ودول بيخليه يعني بيخلي القرب من الشخصيات دي بيخلوه عنده عدم توازن نفسي. وتاني حاجة في الآخر إعادة تقييم المرء لأسلوب حياته وأهدافه، ويحط لنفسه أهداف في الحياة ويحاول يسعى
للحصول عليها، ويحاول يستعين بأصدقاء مقربين، ويركز على التواصل والروابط الاجتماعية العميقة كالعائلة والأصدقاء المقربين. التطوع مثلا في الأعمال الخيرية دي بتجلب السكينة والراحة النفسية جدا. لما بتحس ان انت بتساعد حد، ده بيديلك شعور بالإنجاز وشعور بالراحة النفسية. فكل الحاجات دي بتساعد على الاستشفاء. أما إذا الموضوع كان متفاقم جدا، ففي الحالة دي بننصح باستشارة الطبيب النفسي علشان ياخد العلاج بالشكل النفسي المظبوط، ويضمن تمام الشفاء من المرحلة دي، وعشان ما تتفاقمش الحالة وما يفتكرش ان هو خف وهو لسه عنده رواسب نفسية ممكن تأثر عليه بالسلب. وفي نهاية حلقتنا أتمنى ان يكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ولو عندكم اي استفسار ياريت تتركوه في التعليقات واحنا هنجاوبكم في أسرع وقت. وطبعا بشكركم على المتابعة، واستنونا في حلقة تانية.